برج الحوت هتخرج من وسط العاصفة. عارف لما بتكون انت في عاصفة ومفيش امل، يعني وسط كده مشاكل او توتر. مش بتكلم عاصفة كعاصفة، عاصفة التوترات والمشاكل التي ضربت جميع امور حياتك بقالها سنوات، من امور صحية لامور نفسية لعلاقات عاطفية لاماكن العمل لكل شيء، حتى مع العائلة. سوء تفاهم خطير جدا جدا حدث للكثيرين من ابناء برج الحوت، وتطورات حدثت معهم غير متوقعه، وشعورك انك لا تستحق هذا عذبك كتير. يعني انك انا ما استحقش كده، انا ليه بيحصل معايا كده، انا ما استحقش ده. الكلمه دي اتقالت كتير في حياتك، وانت قلتها بينك وبين نفسك كتير، وقلت ايه اللي بيحصل معايا ده، والدوامه اللي مش عارف اطلع منها. هتكلم معاكم بالتفصيل عن فترة بداية الخروج حرفيا من وسط العاصفة، وأمور استغلوها وأمور أحذروها لنهاية شهر أغسطس 2025. لكن تنويه كده، الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحياة والعلم بجد، اللي عايز يشوف العلم بجد، اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة ساعة 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا، الأقل حظا، كل شيء. ودي أمانة، وحياتك أمانة. والناس اللي عملت قراءات كشفت لها للأسف بلاوي في حياتها، كانوا مخدوعين فيها، ودلوقتي حياتهم بقت أفضل. اللي عايز قراءة تواصل هذا الرقم، ونبدأ في حلقة مهمة جدا وقوية جدا في حياة حبايبي برج الحوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحوت، هتكلم معاكم عن فترة لنهاية شهر أغسطس 2025. وأول أمر معانا أو 4 5 حاجات مهمة، لكن بدايتها كده إنك شعور قوي جدا إنك بتبحث عن مخرج، أو هتتلقى المخرج اللي هتخرج بيه من اللي أنت فيه، من القرف اللي أنت فيه، أو اللي أنت شفته، أو اللي أنت عانيته. وأقول لك على حاجة، هتنجح. يعني الفترة هتكون فيها مسيطر عليك جزئية حب الذات، حب الذات، حب النفس، حبك لنفسك، انك عايز تظهر بأحلى مظهر، انك عايز تخرج من دوامة انت مالكش ذنب فيها، او انت ما اجبرتش نفسك انك تدخلها، بل الظروف هي اللي اجبرتك. كل شخص على حسب خط سير حياته والدوامة اللي عاش فيها بقاله 5 سنين. جزئية البحث عن المخرج لتلك الأمور هيبقى بات ونهائي، وهتبقى قرارات مصيرية، سواء في علاقة عاطفية أو مشاكل أو أي توتر حدث مع الكثيرين. وهتنام ليل نهار علشان تنهي جزئية الانهيار اللي انت عشت فيها وكنت ساكت. أبشروا بالخير وبشرة خير كبيرة جدا، بداية من يوم 26 فتتصدر المشهد، وتغييرات بالجملة لصالحك تجعلك الأكثر حظا في أمور العمل والمال. في فك نحس، يعني أنا ببشر كده، في فك نحس، فك نحس للأمور التي تتعلق بالعمل والمال. فترة من الفترات يحدث فيها تغيير كبير للأحوال من حال لحال، نتيجة لانتقال الزهرة إلى بيت من أهم البيوت التي تتمثل لك في أمور العمل والأمور الصحية، اللي هتكلم عنها دلوقتي برضو، وبشرة خير كبير. لكن العمل هتنهي النحوسات، يعني أنا بقول لك على حاجات هتنهي فيها نحوسات. نحس كبير حدث مع الكثيرين، مشاكل، كنت بتعمل كل شيء وكان بيتسرق أفكارك، كنت بتشتغل صح وكنت متعاون، وتلاقي الغدر والخيانة وعدم التعاون. فترة من الفترات التي يحدث فيها تغيير إيجابي كبير لحياة الكثيرين من حبايبي برج الحوت. والأمور هتتظبط. عارف انت تشعر ان مفيش امل، يعني انت بتنزل، كنت ساعات بتنزل من بيتك على شغلك ومستني الكارثة، ومستني المشكلة، ومستني ايه اللي ممكن يحصل في مكان العمل او في حياتك عامة. لذلك كل ده خلاص، وكل شخص في حياتك صعب ما كانش ليه اخلاص
هيبقى بالنسبة لك البعد عنه هو الخلاص، خاصة في الشبكات للعمل اللي مش كويسة، وفترة تتضح فيها الرؤية، والكثيرين بيتم عندهم جزئية نقل العمل آخر، أو الانفراد بمشروع جديد، أو بداية مشروع جديد يزيد من أموره أو يزيد من الحالة المالية بالنسبة له. وفكرة إنك تزود المال ده هيكون عند الكثيرين. ويوم 26 من أنسب الأيام وبداية قوية للتداول المالي، بداية قوية للمشاريع الجديدة، بداية قوية للتغييرات الإيجابية لحياتك العملية والمالية، وتشهد على شهادة نجاح كبير جدا لقراراتك التي تتعلق بالعمل والمال. فترة فيها تغيير كبير للأحوال وبشرة خير. بالرغم من الصعود الكبير للعمل والمال، لكن العلاقات العاطفية عليها ألف علامة استفهام في حياتك القادمة. لا تتسرعوا، العاطفة تمر بمرحلة الحقيقة. يعني انت عندك بدايات قوية للمال والعمل وتثبيت أقدام، لكن الأمور العاطفية لن تكون أحسن حالا. في مواجهة وارد جدا انتقال الشمس الى بيت يمثل بيت المشاعر او علاقتك مع شريك الحياه وداخل منزلك. زي ما قلت بالرغم من التطورات الايجابيه للمال والعمل، لكن الامور العاطفيه فيها اختبار شديد، اختبار شديد لمدى قوه العلاقات. والفتره هيعاني منها الشخص اللي مجبر على علاقه مش بتاعته، او اللي داخل في علاقه فيها شرخ من الاساس. اما الخبر الاروع هو تحسن كبير للامور العاطفيه، للامور الصحيه. الامور العاطفيه نتمنى التحسن، لكن الامور الصحيه هتكون افضل بكثير. وعايز اقول لكم على حاجه، الصحه بالدنيا، واللي بتخونه صحته اسوأ مليون مره من اللي بيخونه حد كان عارفه. لان يعني البني ادم لما بيخون نفسه. خدوا بالكم، يعني البني ادم لما بيخون مش بيخون اللي خانه، لا بالعكس، ده هو بيخون نفسه، بيخون الامانه، بيعصي ربنا. تمام. لكن خيانه الصحه دي اسوأ شيء للاسف. ربنا يعافينا ويعافي الناس كلها ويبعد عنكم اي شر. واللي كان بيعاني من حاجه بامر اللي عندك بشرة خير، عندك انفراج، عندك خلال فترة صحة أفضل، انفراجة في الأمور الصحية، تغييرات إيجابية، وبأمر الله شفاء كبير جدا وبشرة خير. خاصة الكثيرين عانوا 5 سنين من الأمور الصحية. هعيد تاني تنويه الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقه بجد والعلم بجد. اللي عايز قراءه خاصه، بعمل القراءه مكالمه مباشره الساعه 2-3، بعرفك كل شيء بامر الله. السنوات القادمه السنوات الاكثر حظا ولا حظا، كل شيء وده امانه، وحياتك امانه. الناس اللي عايزه قراءه تتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. حبايبي برج الحوت، ان شاء الله تكون مبسوط، جميع الابراج دايما تكون بامن وامان. السلام عليكم.